لو عاوز تدمر حياتك تابع الفيديو ده للاخر. هي مايكل، عايز تدمر حياتي؟ ده انت بتساعدنا هنا ان احنا نطور من نفسنا. صدقني يا صديقي لو تابعت الفيديو ده للاخر هتدمر حياتك. انت كده مستعد انك تدمر حياتك ببساطة شديدة وبدون اللجوء لشات جي بي تي وبدون اللجوء لأي أدوات من الذكاء الاصطناعي. عاوز تدمر حياتك؟ بسيطة جدا. حاوط نفسك باشخاص من النوعيات اللي دايما تقول لك يا عم الموضوع ده صعب، احنا مش هنقدر. لا لا لا، بص يعني مش عشان خاطر حد عملها قبل كده انت هتعملها. يا باشا ده صانع محتوى عنده القدره والامكانيه انه يعمل كده، انت تعمل ليه كده؟ خلي بالك ده شاطر، احنا عمرنا ما هنعرف نوصل له. بقول لك ايه، سيبك بقى من التعب والمثابره والمعافره والكلام الكبير قوي ده. احنا نذاكر كلمتين قبل ليله الامتحان وما نخش الامتحان نغش الباقي وننجح. كل الناس اللي انا قلتها لك دي ابعد عنها تماما. حاوط نفسك دايما بالاشخاص اللي تقول لها انا مش هعرف تقول لك لا هتعرف. حاوط نفسك بالاشخاص اللي تقول لها انا مش قادر تقول لك هتقدر. نفسك بالاشخاص اللي كل ما تقلل انت من نفسك هي ترفعك وتعليك. في اشخاص لما تيجي تعمل عمل معين ويجي لك شويه من الاخفاق كده تبقى مش قادر تكمل وفجاه تبص تلاقي نفسك خلصت الحاجه اللي انت بتعملها، بس يعني خلصتها مش على اكمل صوره. الشخص ده بيجي يقول لك على فكره انت النهارده اديت، انت النهارده تحفه، انت النهارده جامد، انت النهارده ما حصلتش، واللي هو بقى عاش يا اسطى وكمل. بعد كده هتلاقيه بيقول لك بعض الكومنتات اللي انت المفروض تهتم بيها علشان خاطر لو عايز المره الجايه تبقى احسن هتبقى احسن. عشان ما اطولش عليكم، الاشخاص دي موجوده، الاشخاص دي موجوده وانا شخصيا لقيتهم. انا بدون الاشخاص دي ما كنتش هكمل صناعه محتوى لحد دلوقتي. حاوط نفسك باشخاص ناجحين عشان خاطر كل ما تحوط نفسك باشخاص ناجحين كمان بيكون عندك الشغف والقدره والاراده انك تكمل. سلام.